وبتحس فيني يعني أوقات وبتطلب مني أمي خلّيني أترك دراستي أطلع أشتغل هيك، باقول لها لأ أمي، عندي أخ مفقود وعندي أخين هيك يعني لا حول ولا قوة. فصرت أطلع مع أمي على الشغل وهي يعني قضيت يعني هالمقاضي، ما علي حابة إنه بنتي تقضي نفس الشي. مرحبا، أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. شو الاسم؟ راما. أهلا وسهلا. بدي أسألك أول شي حضرتك متزوجة؟ أرملة صار لي تقريبا شي 10 سنين. 10 سنين. يعني كنت صغيرة كتير وقت ترملتي. يعني بال22 23. قد إيه عمر حضرتك هلا؟ 34. العمر كله يا رب. سلم عمرك. عندك أولاد؟ عندي 5. الله يخلي لك إياهم، شو الله أعمارهم؟ يسلمك يا رب. عندي الكبيرة 15 و11 و12 وعندي 5 سنين. 5 سنين. كيف عم تقدري تدبري حالك بما إنه أنت أرملة وعندك 5 أولاد؟ عم تشتغلي شي؟ هلا إذا صح لي بشتغل يعني بتنظيف بيوت، بطلع تعزيل وهي. تشتغلي بشكل دائم ولا بس حدا يدق لك؟ لا لا، على الاتصال. هلا الحمد لله يعني فاعلين الخير الله ما بيقطع. في عندي يعني عمي مأمني انه من اجار البيت، بيتي اجار يعني. وين الحمد لله. ساكنة؟ بركن التين. بركن الدين. قد إيه الحمد إيجار لله. البيت؟ اجاره 700. واوقات يعني اذا الله رزقه والله كرمه كمان ما بينساني كمصروف كمونة. الحمد لله. والدك موجود؟ لا متوفى. الله يرحمه. تعيش وترحم. حدا من اخواتك بيساعدك ولا لا؟ لا ناصي، عندي اخ مفقود وعندي اخين هيك يعني لا حول ولا قوة، معهم مرض عقلي. مين بيصرف عليهم؟ كمان عمي وأهل الخير. قولي لي شو اصعب موقف مر عليكي بهي الشتويه بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي مرينا فيها؟ هلا ظروف كثيرة يعني مرقت علينا انه ظرف البرد انا ما ركبت يعني لا صوبيا ولا اي شيء، يعني كان دفعنا انه بهالحرامات، وقت طلعت طلع المازوت يعني ما حاكذب عليكي ما ركبت والله، بعتهم وفرجت حالي، يعني بتعرفي 5 أولاد دراسة وعندي ولد مريض قلب. دراسة ومصروف دراسة ومصروف أكل وشرب مصروف بيت، بعتهم انه فرجت حالي شوي. هلا الحمد لله هو حاليا يعني ما عم ياخد اي دواء، بس اذا يعني صارت معه شي حالة. هلا هو اوقات بصير معه هبوط بالاكسدة، اذا بتصير معه هبوط بالاكسدة بيعتاز انه دكتور قلب او كياس دم او هيك. الحمد لله يعني مثل ما قلت لك رب العالمين رؤوف رحيم، الحمد لله يعني ما ضرني فيه، حتى انه بالرغم انه ما بيسواله البرد بس الحمد لله. الحمد لله الله كريم. الله يخلي لك اياه. يعني هلا عندي ولد مريض القلب اوقات بيشتهي، يعني هلا هو ما بيدرس. انا قايله دكتور القلب انه بالنسبه لوضعه يعني عنده اخلاق ضيقه كتير، انه هو معه تضيق بالصمام، فقال لي بدك تراعيه بهي الحاله انه بتصيبه ضيقه، انه يختنق يضيق خلقه يساوي. فبنق علي اوقات امي بدي طابه مثلا، شفتي الاولاد طابه دوليه كذا ما قدرتي. كولد مثلا بالعيد انه ماما مثلا خدينا على جنينة الملاهي الأرض السعيدة، إنه شغلات هيك تقيلة وهيك ما قدرتي، باخذهم هيك على جنينة مثل هاي مثل ما يعني شو الله بيقدرني الحمد لله. قلتي لي في عندك بنت عمرها 15 سنه يعني صف تاسع، شي مرة طلبت منك قطعة ثياب، طلبت منك شي أكلة مشتيتة وما قدرتي تجيبي لها إياها؟ هلا بالنسبة شي أكلة يعني هي شلون بدي لك يعني إنه ما بتطلب شي، إنه بتعرف الوضع وفهمانة يعني مالها صغيرة، فهمانة وشايفة الوضع كله. بالنسبة للثياب بتقلي مثلا، بس بنفس الوقت يعني برجع بقول لك إنه فهمانة الوضع يعني ما، وبتحس فيني يعني اوقات وبتطلب مني امي خليني اترك دراستي اطلع اشتغل هيك، بقول لها لا امي، طول ما الحمد لله الله عاطيني الروح يعني مستحيل خليك تطلعي تشتغلي، لاني انا قضيت يعني قضيت يعني وقت اللي توفى ابي كان عمري شي 11 سنة، فصرت اطلع مع امي على الشغل وهي يعني قضيت يعني هالمقاضي، ما علي حابة انه بنتي تقضي نفس الشي. والحمد لله هلا صف تاسع ان شاء الله يا رب هيك الله بيفرحني بنجاحها. إن شاء الله يا رب. الحمد لله. إذا بدي أسألك إذا مشتهية شي أكلة صار لك زمان أنت ما أكلتيها أو شي طبخة صار لك زمان أنت ما طبختيها، شو هي؟ اليبرق مشي بنات يعني بنات كتير مشينا عليها. اليبرة. يبرق مشيتها.
ما مونت يعني ما قدرت يعني ما بتذكر من بعد ما توفى جوزك ولا سنة بتذكر إني مونت أو قدرت إني مون. كان يبرة أو توم أو أي شغلة يعني إنه بتخص المونة. الحمد لله. شو بتتمني شيء يتغير هي السنة معك بحياتك؟ بتمنى وضعي إنه هيك الوضع يتحسن لأحسن. الحمد لله. وراحة البال مثل ما بيقولوا. بتمنى بنتي تنجح، الله يشفي لي ابني. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، والله يعطيكي الصحة والقوة لحتى تضلي فوق راس أولادك يا رب. نحن حابين نقدم لك سلة غذائية مقدمة من مؤسسة سوريا بتجمعنا، وحابين نقدم لك كمان هدية من شركة أفتر. وأكيد بدنا ناخذ رقم تليفونك وعنوانك لحتى أهل الخير يقدروا يتواصلوا معك، وأكيد أهل الخير كتار وما حدا بيتركك، وأكيد نحن ما بنتركك، وكلياتنا أهل كلياتنا لبعض. شكرا كتير لإلك. شكرا إليك، سلم إيديك ويعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا إليك.